السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة جوة منظري. فيديو جديد اليوم ان شاء الله نقدم معكم هذه المعسلة ديال رمضان اللي كتوجد بسرعة في اخر لحظة. غنصاوب هكذا بالورق ديال الفيلو وكذلك بالكاوكاو. نتمنى انكم تتابعوا الفيديو للاخر ويعجبكم ونخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله. اول حاجة غادي ناخذ هكذا كاوكاو اولا الفول السوداني، غندخلو هكذا الفران حتى غادي يتحمر ليا واحد شويه. على هذا الشكل ما كنحمروش بزاف، غير كياخذ واحد اللون هكذا ذهبي وكنخرجوه، لان من بعد مازال غادي يكمل الطياب ديالو. نعاودو ندخلو المعسله للفران. نبدا هكذا كنطحنو على هذا الشكل، ما نخليش غبره، غير شويه هكذا كيتهرمش، كيبقى عندنا هكذا باين. كيبقى لكم الاختيار، اللي بغى يدير حتى اللوز يديرو. ومن بعد غادي نضيف عليه هنايا عندي القرفه، تقريبا واحد نصف ملعقه هكا صغيره. القياس ديال الكاوكاو هنا عندي نصف كيلو. وهنا عندي الزبده اللي ذوبتها مزيان حتى كيتحيد لها داك الماء ديالها اولا الحليب، كتولي هكذا على شكل الزيت. ناخذ منها واحد جوج ديال المعلقات هكذا كبار. وكذلك غادي نضيف هنايا جوج معلقات ديال الماء زهر. وعندي واحد المعلقه هكذا تكون عامره ديال العسل، اولا جوج معلقات على حسب الذوق. يمكن لكم اللي بغى يضيف حتى السكر سنيده يضيفو. انا ما بغيتوش يجي حلو بزاف، لان مازال معسله في الاخر كنديروا عليها اولا تنكبوا عليها العسل ملي كطيب. غادي نخلط هكذا الكل، غادي نديرو هكذا باليد حتى غادي ينسجم عندي، ولا عندي هكذا على هذا الشكل كيتجمع. وغادي ناخذ واحد العود اللي غادي نخدم به كيف ما كان، نديرو هكذا في الورق اولا في البلاستيك الغذائي. يمكن لكم ديروا حتى دوك العويدات ديال اللي كنشوفوا بهم ديال العود، نديروا جوج اولا ثلاثه هكذا ونلفوهم. الورقه اللي غادي نخدم بها كيف ما قلت لكم ورقه الفيلو، غادي نخدم بهذا النوع، تقريبا كدير 20 درهم هذه الورقه. بالنسبه للمبتدئات نصيحه انكم تعاملوا معها غير بشويه، لان هذه الورقه كتكون حساسه. نحلوها هكذا دائما كنتعاملوا معها بشويه، يعني ما كناخذ هكذا واحد الورقه. انا بالنسبه ليا غادي نخدم غير بورقه واحده، اللي بغى يدير جوج يدير جوج، يعني كيكثر هكذا الورقه على الحشوه. وكنعاود نلفها بهذه الطريقه باش ما كتنشفش لينا الورقه ديالنا، حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. كل مره كناخذ ورقه اولا جوج كيف ما قلت لكم وكنغطيوها. كناخذ هكذا الزبده اللي ذوبتها وكنرش بها هاد الورقه ديالي على هذا الشكل، غير دهنه هكذا خفيفه. وغادي ناخذ هاد العود اللي صاوبت هكذا معكم. هاد العود الدور ديالو غير كيساعدنا باش كنلفوا الورقه مزيان وما كتقطع ليناش. كيف ما قلت لكم الورقه ديال الفيلو راها حساسه. وغادي ناخذ هكذا هاد الكاوكاو ديالي اولا الحشوه، وغادي نديرها على الورق الجانب كامل اولا على الطول ديالو هكذا. القياس كيبقى لكم حتى هو اختياري، اللي بغى يدير الحشوه كثيره اولا قليله. وغادي نلفها. هذا العود هو اللي كيساعدنا كيف ما قلت لكم هكذا باش كندوروا الورقه ديالنا بكل سهوله. وكنضغط هكذا على الجوانب وعلى الوسط، يعني كنزير فاش كنكون كنلفها هنايا على العود، ونكمل هكذا حتى الاخر. وهنا غادي ندهن بالزبده باش كتلصق ليا هاد الورقه هكذا مزيان. وهكذا القضيب ديالنا يكون هكذا واجد. ناخذ هكذا واحد لاطه اللي كتدخل الفران، درت لها انا فرشت لها هذا الورق. يمكن لكم تدهنوا غير بالزبده اللي بغيتو. وهنايا ضروري اننا كندهنوا الورقه ديالنا كامله بالزبده هنا باش ما كتشفش لينا. هنا دز خديت الورقه الثانيه بنفس الطريقه، غادي نعاودها معكم. كنرش هكذا
شويه ديال الزبده. ضروري هاد الزبده كندوبوها حتى كتحيد من هذيك الكشكوشه ديالها وما كيبقاش فيها هذاك الحليب اولا الماء ديالها باش ما تقطعناش الورقه، كتولي بحال شكل الزيت. عاد كنخدموا بها. وهكذا دهنت الورقه ديالي والعود كنلفو هكذا، كنخلي هاد البلاصه هكذا اللي ملفوفه هكا على جوج هي اللي كندير فيها هكذا الحشوه ديالي على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الحشوه نصيحه انكم تقسموها على عدد الورقات اللي غادي تعمروهم باش هكذا كتكفيكم وكيجيو كلهم متساويين، يعني قد الورقه قد الحشوه اننا نقسموها. وهكذا بنفس الطريقه غادي نلفها، ودائما انا كنلف وكنزير. ضروري انكم ديروا هكذا عويدات تخدموا بهم باش كتسهل عليكم الخدمه. وهنايا بقات شويه ناشفه، دهنتها واحد دهنه خفيفه هكذا بالزبده. والزبده نصيحه اللي بغى يخدمها من الاحسن يدير زبده حيوانيه حتى الطعم ديالها المذاق ديالها كيجي زوين. وفي الاخير غادي نضغط عليها هكذا بنفس الطريقه، غادي نحطها في لاطه ديالي وفي نفس الوقت غادي ندهنها بالزبده باش ما تنشفلياش. بنفس الطريقه غادي نكمل باقي الورقات اللي عندي كاملين بنفس الطريقه. وهكذا بعد ما كملتهم غادي نقطعهم. القياس كيبقى لكم اختياري، صغار اولا كبار. غنكون سخنت هكذا الفران مزيان حتى غادي يسخن، وغندخلهم ليه يطيبوا هكذا من التحت حتى كيبانوا لنا طابوا مزيان من التحت وتحمروا. كنشعلوا عليهم من الفوق باش يكملوا التحمار ديالهم. وبالنسبه للوقت راه كياخذوا الوقت شويه في الفران، تقريبا ساعه ديال الطياب على حسب الفرن. عاوتاني كنديروه غير على 170 اولا 180 وكنخليهم يطيبوا غير بشويه عليهم حتى كيتورقوا لنا مزيان. وفي الاخر درت هكذا واحد الدهنه اولا واحد الدهنه خفيفه هكذا ديال الزبده من الفوق مباشره. غندخلهم الفران، تلاقى معكم هكذا ملي غادي يطيبوا. هكذا بعد ما خرجتهم من الفران حيدت هذاك الورق اللي كنت فرشت ليهم من التحت ودهنتهم هكذا، اولا كبيت عليهم العسل. اللي بغى شويه صحي يدير عسل طبيعي، انا درت هنا العسل ديال الليمون. وخليتهم هكذا، رجعتهم للفران حتى بردوا مزيان وشربوا لنا هذاك العسل اللي درنا ليهم. وهنا خديت هكذا شويه الكاوكاو ايفيلي، اولا لا بقى عندكم شويه ديال الكاوكاو اللي درتوه هكذا في الحشوه يمكن لكم تزينوا به. كيف دائما الزين كيبقى اختياري وعلى حسب الاذواق. بهذه الطريقه كملتهم. وهما المعسلات ديالنا هكذا واجدين، ما كياخذوش الوقت نهائيا، كيوجدوا بسرعه في اخر لحظه يمكن لكم تصوبوهم. كيجيو بنان وبلا قليان بلا كثره الوقيف. هنا خديت هكذا هاد الورق اولا الكويرطات اللي كنديروا فيهم الحلوى وحطيت فيهم كل وحده كنديرها هكذا في الورق ديالها، كتحافظ عليها كتبقى قابطه العسل ديالها. وفي نفس الوقت كنقدروا نديرهم هكذا في واحد البواطه وكيجيو مقادين وتيبقاو مصوبين. المهم على حسب الذوق ديالكم والاختيار كيبقى لكم. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. نتمنى فيديو اليوم يعجبكم، وبتنسونيش دائما من الدعم ديالكم. اللي عجبو الفيديو ديالي يدعمني بلايك واشتراك اللي كيزور القناه ديالي اول مره. وهذا هو الشكل ديالها هكذا حتى من الداخل القرمشه ومعسله وبنينه وسهله حتى في التحضير. ورمضان مبارك.
سعيد.